أنت في حضرة ملك أفريقيا، أنت في حضرة الروح، أنت في حضرة لا مستحيل مع واقع كرة القدم. الأهلي يضرب الاتحاد 3-1، 3 رصاصات في ملعب الجوهرة، ولا ثلاث شعاعات زي ما قول. الأهلي بدع، الأهلي لاعب الواقع، كسر الواقع. انا واحد اهلاوي او اكثر المتفائلين، عمر ما كان حد يتوقع ان الاهلي يكسب 3 في ملعب الجوهره المشعه في السعوديه. يكسب مين؟ اتحاد جده بقياده بنزيما وكانتي وفابينيو وجوتا وحمد الله. زي ما قول، ولكن لا مستحيل مع الاهلي. الاهلي بيلعب بروح، بقلب. الاهلي يتعادل هنا مع الجونه، يتعادل مع سموحه، يتعادل زي ما يتعادل. بس انا متوقع ان الاهلي بالاداء ده هيلعب في كاس العالم هيخسر، ولكن الاهلي بيقول لك انا في مصر حاجه وفي كاس العالم حاجه تانية. الاهلي في كاس العالم بيبدع. كولر ابدع في اداره المباراه، والاهلي ابدع في سير المباراه. ودايما الاهلي بتاع المستحيل. اسال اي اهلاوي، طلع اي اهلاوي اساله، قول له تقدر هتكسب النهارده 3؟ هيقول لك يا عم ربنا يسترها ونطلع 2-1 3-2، نطلع فريق واحد. الاهلي الماتش ما يطمنش. هتطلع الاهلاوي اللي بيفهم هيقول لك الكلام ده. الاهلاوي اللي متابع الاهلي ومتابع اتحاد جده السعودي بصفقاته القويه هيقول لك الكلام ده. الاهلي بيقول لك مفيش توقعات معايا. الاهلي بيقول لك احلم واتمنى، توقع واتمنى. عايز تكسب مين؟ اكسب اتحاد جده بكل ترسانه اللعيبه دي وتكسبها بالاداء ده. ده انت لو الاتحاد السكندري كان هيلعب احسن من كده. الاهلي خلى اتحاد جده السعودي اقل من اي خصم بيلعب الاهلي. تخيل كده، مين مثلا اقل خصم لاعب الاهلي؟ اقل خصم لاعب الاهلي مثلا فريق درجه ثانيه مثلا كان بيلعب في الكاس مثلا. لا اتحاد جده كان قليل قوي. واللي خلاه قليل كده الاهلي واداء كولر في الملعب. الحته الفنيه او اللقطات الفنيه هنتكلم فيها بعدين في حلقه تانية. ولكن النهارده احنا بنفرح. انا نسيت الكلام اللي كنت هقوله. الاهلي النهارده عمل كل حاجه. انا واحد من الناس كنت متوقع الاهلي يخسر النهارده، ولكن راهنت على روح الاهلي وعلى ان مع الاهلي مفيش مستحيل. الاهلي مفيش مستحيل. الشحات اللي غايب بقاله كتير جاب جول، استحضر روح كينو بتاع بيراميدز. نفس الكوره بنفس اللفه بنفس الوقفه ونفس رميه حارس عبد الله المعيوف. ذكاء كولر النهارده في انه لاعب خلى بيرسي تاو ومحمد هاني ومال ناحيتهم امام عاشور على الباك الشمال اسمه زكريا مساوي حاجه كده اسمه كده. اللعيب ده قليل قوي يا اخي. انا كنت اتفرج عليه في ماتش اوكلاند، الراجل خد سبرنت هوب جاله شد عضل. يا عم هو انت كنت بتلاعب مين؟ ما بتلاعبش، ده انت بتلاعب اوكلاند سيتي مش بتلاعب مانشستر سيتي. قلت ان الباك الشمال ده من اول لقطه، قلت الباك الشمال ده تعبان. وفعلا وقد كان كولر لعب على الجبهه دي وقدر يخترق بيها ويخلق فرص كتيره. وانت النهارده كاهلاوي تتفرج على الاهلاويه، انت تبقى زعلان النهارده ان الاهلي ما كسبش 4 والاهلي كمان، وتتفرج. انا كنت قاعد مع اهلاويه زعلانين ان دخل فينا جول وما جبناش الرابع. انت عارف، شفت العقليه؟ شفت امام عاشور اللي قاعد في الزمالك بقاله 50 سنه وجه لاعب في الاهلي يجيب جول في كاس العالم للانديه؟ شفت كهربا وروح كهربا؟ شفت الاهلي؟ شفت الكلام ده؟ حاجه في قمه الاحترام، في قمه التالق. الاهلي بيعمل، انا بشوفه بيعمل المستحيل. وليه لا ما يكسبش فلومنسي ليه في نص النهائي؟ وليه لا ما يوصلش النهائي ليه قدام مانشستر سيتي؟ الاهلي عمل كل حاجه النهارده. الاهلي شكرا لكل الاهلاويه ومحمد الشناوي البطل. مفيش فريق بطل بدون حارس بطل. هو محمد الشناوي بيقول لك كده. ضربه جزاء في وقت قاتل هتغير مسار المباراه. لما انت تنهي الشوط الاول بضربه جزاء وتعادل، تنزل الشوط الثاني بتدور على الفوز في وسط جمهورك، في وسط ارضك، في كل حاجه. ولكن محمد الشناوي بيتالق وبيصد من مين؟ من كريم بنزيما، وقبل كده صد من مودريتش بتاع ريال مدريد. الشناوي لوحده قاهر ريال مدريد او لعيبه ريال مدريد في ضربات الجزاء. الشناوي النهارده ماتش عظمه على عظمه.
كل الفريق النهارده نجوم. الناس تقول لك نجم المباراه النهارده او رجل المباراه النهارده محمد الشناوي، ناس تانية اختارت مروان عطيه. طبعا لجنه يعني لجنه البطوله اختارت مروان عطيه، ولكن هنختلف كتير. ولكن الاهلي هو البطل، الاهلي هو رجل المباراه، الاهلي هو اللي اي لاعب بياخد اي لقب او بيكسب اي جايزه فهي بتنتمي كلها للمجموعه، والمجموعه كلها هي السبب في فوز اي لاعب باي لقب واي جايزه. ليه؟ منظومه محترمه، منظومه محترمه. عايز يعني هتكلم في حته تانية كده، عشان كنت قايل قبل كده في فيديو حته الزمالك لما الاداره راحت متكلمه مع معتمد جمال ان هو يمضي عقد رسمي معاهم لمجرد انه كسب مركز شباب ابو سليم وابو سوار وخالد مسيد وعم ابراهيم، فرقه او فرق كلها دون المستوى. وجيت ساعتها قلت انت تيجي تتكلم امتى؟ لما تقابل فريق قوي، خصم قوي زي المصري. لو كسبت ابتدي اقول الراجل ماشي على خطى ثابته. ولكن تيجي تلعب قدام المصري وتخسر. اداره الزمالك اداره بعقليه جمهور، دايما بتاخد قرارات انفعاليه سواء في الفرح او في الحزن. يعني مثلا تخسر من فريق يقول لك المدرب لازم يمشي، تكسب فرقه واثنين فرقه ضعيفه يقول لك نمضي عقد بقى معاه. على العكس بقى مع الاهلي، اداره محترمه، اداره عقلانيه بالقلم والمزوره، بالمزوره والمسطره. الاهلي غير، الاهلي في حته ثانيه. الاهلي زي ما بقول لك كده، احلم واتمنى، توقع واتمنى. انت بتتوقع بالعقل الاتحاد يكسب، لكن بالروح بالدم الاهلي بيغم كل السعوديه وكل الزملكاويه اللي كانوا بيشجعوا الاتحادويه قولا واحدا. وكان في واحد سعودي قبل كده قال لك الاهلي وحش ومصر ما اعرفش ايه، والكبسه والطعميه والبتنجان. واضح يا كابتن ان الطعميه النهارده كانت حراقه قوي. الطعميه النهارده بتحمي على الصدر، الطعميه النهارده رجاله مش بتوع كبسه. الاهلي دك السعوديه دك كرويا. الاهلي مصر لما بتيجي تلعب فرقها اقوى من السعوديه. اصرف وهات نجوم، اصرف وهات نجوم، هات لعيبه واصرف مليارات مش ملايين، اصرف مليارات. ولكن الاهلي رقم واحد، ومصر برضو رقم واحد. لان زي ما قلت قبل كده مع واحد سعودي اتكلمت على كنا بنتكلم في التعليقات على تعليقات القناه، لما جه راجل يتكلم قال لك احنا بنصرف واحنا بنعمل والكوره اللي السعوديه افضل من الكوره المصريه. يا باشا مفيش الكلام ده يا باشا. عندنا المواهب اللي لو اتصرف عليها صح هتبقى في حته تانية، سواء اهلي او زمالك. انا بتكلم بصفه عامه على اللعيبه المصريه جوهر ومتانه، مش بتوع كبسه. لعيبه مصر لعيبه تقيله، لعيبه الجرينتا بتاعتها عاليه. تيجي تلعب بتلاقي لعيب بمقام 10، الجرينتا اللي محدش بيتسم بيها غير لعيبه مصر. وطبعا لعيبه الاهلي روح الفنانه الحمراء. بتلاقي اللعيبه النهارده ضرب نار. كانتي ما كانتيش، الاهلي هو رقم واحد. بنزيما عمل ما يعمل، ما فيش. الاهلي الكره الجماعيه يا جماعه. كولر قال لك تصريحات قبل المباراه، قال لك الماتش او المباراه مش هتحسم بجنسيه اللاعبين. تصريح ذكي واشتغل عليه، مش واحد بيتكلم وبس. اختلفنا مع كولر ما اختلفناش، كلمه الحق تقال. مباراه من احسن المباريات اللي قدمها كولر والاهلي في تاريخ كاس العالم للانديه. زي ما دك الهلال قبل كده 4 بالاربعه، النهارده الاهلي بيدك الاتحاد بالثلاثه يابو ثلاثه، بالثلاثه يابو ثلاثه. وكان ممكن لو لعيبه الاهلي مركزه كان الاهلي يخرج النهارده بنتيجه تاريخيه. كولر قال لك نلعب ورا الكره كلنا ونلعب على المرتده، وقد كان. الاهلي خلق فرص النهارده. لو عندهم مهاجم كويس او لو عندنا مهاجم كويس احنا هنكسب سكور اكتر من 3، نكسب 4، ممكن نكسب 6-1، مفيش مشكله عادي. يعني الاهلي كان يقدر يعمل كل ده النهارده. كل التوفيق للنادي الاهلي. الاهلي يضرب موعدا مع فلومينسي البرازيلي في دور نص النهائي،
والكسبان من الماتش ده هيقابل الكسبان من مانشستر سيتي، مباراه مانشستر سيتي واورواوا الياباني. كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله باذن الله باذن الله. الاهلي البطوله دي يقدر يعمل نتيجه مختلفه عن اي بطولات قبل كده. وزي ما قلت لكم جوائز الكاف هتدي دفعه للاعيبه الاهلي. انت شفت النهارده لعيبه الاهلي يعني غير افضل مباراه بشوفها للاهلي في الموسم ده. الموسم ده افضل مباراه للاهلي. الف مليون مبروك للنادي الاهلي، ويا رب يا رب يا رب عقبال النهائي، وعقبال كمان ما ناخد البطوله باذن الله. طموحاتنا كاهلاويه لعنان السماء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.